انت بقيت دكتور ولا ايه؟ عيب عليك، ده من زمان، مع احترامي طبعا للدكاتره على راسي. مش انت ساعات بتسمع خشونه وانت بتدور العربيه الصبح؟ خشونه غير العادي. الخشونه دي بقى بتبقى جايه منين؟ طبيعي انت لو بتتعامل مع ميكانيكي بره قريب كعبول ولا كلابولا هيقول لك ايه؟ دي جايه من المكنه من جوه، فاحنا لازم نحل ونشوف المشكله فين. لا، تعالى اقول لك بقى على الخطوات اللي المفروض يتبعها عشان وانت واقف تبقى فاهم ان الراجل ده شغال صح. مبدئيا اول حاجه لازم يعملها يسيب عربيتك تبرد خالص، مش اقل من ساعتين، ساعتين ونص. بعد كده بيقيس الزيت ويشوف لزوجته ويشوف في مشكله في المقاس بتاع الزيت ولا لا. بعد ما بيعمل القصه دي بيروح مدور العربيه يتاكد الصوت بتاع الخشونه اللي طالع ده جاي من المكنه من فوق ولا من تحت. لو جاي من فوق بيراجع الكستوبانات دي البلوف بتاعت الزيت اللي هي المسؤوله عن الصمامات جوه، بيراجع على البلوف بتاعت الزيت الخارجيه اللي احنا بنقول عليها بلف الفي في تي او. لو الصوت جاي من تحت هم حاجتين اللي هيراجع عليهم: ترمبه الزيت بتاعت الموتور، وبعد كده بلف الكتينه. انا ياما صوتي اتنبح وقلت نغيره كل 150,000، يعني عامله كانه صيانه، لان بلف الكتينه ده لو باظ ممكن يتسبب لك في كارثه. وليه بقى بعيد عن خياله؟ لان هو اصلا ما بيفكرش ناحيته خالص. اللي احنا بنقوله ده بقى كله اسمه سيرفيس مانيوال شيت. اي توكيل بتاع عربيه او بتاع علامه عربيه بيشتغل بيه، ليه خطوات معينه للفحص عشان خاطر يقدر يوصل للعطل باقل تكلفه على العميل. بدل ما اقعد اجرب له واركب له حاجات، انت لازم تبقى فاهم دوت عشان خاطر تشوف الصنايعي اللي شغال في عربيتك شغال بشكل فني ولا لا. وكده كده لو انت حبايبك كلهم كعبول وكلاباله انت هتسال محرم. سلام.